الله هبوا يا أحرار. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة الجيش السوري الحر. نلتقي في سلسلة الأسرى لدى الجيش الحر مع المجموعة الثانية من الضباط الذين تم أسرهم في كتيبة الدفاع الجوي في منطقة خناصر في ريف حلب. نتعرف عليك. أنا العقيد المهندس الركن حاتم محمود العلي من مرتبات اللواء التأمين الإلكتروني الثاني. تولد عام اختصاص مهندس رادار، تولد عام 1968 من الطائفة العلوية من محافظة حمص منطقة الكلخ قرية عين الخضراء. أنا الرائد الفني الجوي عمار رياض الخضور من إدارة السيطرة والتأمين الإلكتروني لواء التأمين الإلكتروني الثاني كتيبة 1003 السرية الثالثة رادار أرضي. تاريخ ولادة 3/3/1974 من الطائفة العلوية من منطقة حمص، أهالي وسكان قرية مضابع. أنا النقيب الفني الجوي بدر يوسف سليمان من مرتبات إدارة الرادار لواء التأمين الإلكتروني الثاني السرية الثالثة رادار أرضي خناصر من منطقة مصياف قرية عين الشمس محافظة حماة. تولد عام 1982. أنا الملازم أول أحمد علي الصباغ من مرتبات لواء التأمين الإلكتروني الثاني من محافظة ريف دمشق منطقة القلمون قرية حفير. تولد عام 1981، الاختصاص إشارة جوية. سيطلق هؤلاء الأسرى نداء استغاثة من النظام السوري لكي يبادلهم أسوة بالإيرانيين الذين أخرجهم النظام بعدد من المعتقلين السوريين في سجون النظام الأسدي. أطلق نداء الاستغاثة. أنا العقيد المهندس الركن حاتم محمود العلي أطلب من سيادة الرئيس وأناشده بأن يساعد في إطلاق سراحنا من الأسر مقابل الموجودين في السجون السورية، أسوة بالإيرانيين الذين تم استبدالهم بعدد من المسجونين، بعدد كبير من المسجونين، حتى نعود إلى أسرنا وأولادنا. ونحن خدمنا هذا البلد لمدة 26 عاما، فمن حقنا أن يستبدلنا، أن نستبدل بالموجودين في السجون ونعود إلى أهلنا وأولادنا. فأكرر وأناشد سيادة الرئيس والمسؤولين في هذا البلد والناس الموجودين في الطائفة العلوية وكبار الطائفة العلوية أن يساعدونا في إطلاق سراحنا. وجه نداء استغاثة إلى. أنا رائد الفني الجوي عمار رياض الخضور، لقد خدمت في هذا الجيش لمدة 18 عام بشرف وإخلاص، ولم أتأخر عن أداء واجبي في أي لحظة. أناشد السيد الرئيس أن يسارع إلى مبادلتنا بأسرى ومعتقلين ومعتقلات في السجون السورية لكي نعود إلى أطفالنا وأهالينا. وأناشد كبار رجال الدين في الطائفة العلوية ومفتي الجمهورية ومنظمة الصليب الأحمر ومنظمات الإنسانية أن ترأف بحالنا وتساعدنا لكي نعود أسوة بالأسرى الإيرانيين. نحن أبناء هذا البلد، من حقنا بعد هذه الخدمة الطويلة في هذا الجيش أن نرجع إلى أطفالنا وأولادنا. أنا النقيب بدر سليمان أناشد السيد الرئيس بشار الأسد بأن يقوم بمبادلتنا بالمعتقلين الموجودين بالسجون السورية والمعتقلات الموجودات بالسجون السورية، أسوة بالجنود الإيرانيين الذين تم استبدالهم من قبل النظام. ونناشد المنظمات الدولية وهيئة الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي أن يقوموا بمناشدة السيد الرئيس والتفاوض معه لكي يتم مبادلتنا بالأسرى الموجودين بالسجون السورية. أنا الملازم أول أحمد علي الصباغ أناشد الرئيس بشار الأسد بإجراء مفاوضات التبادل للأسرى الموجودين في السجون السورية والمساعدة في فك أسرنا، وأناشد المنظمات الدولية والصليب الأحمر في المساهمة في فك أسرنا. شكرا. كيف هي معاملة الجيش الحر لكم أثناء وقوعكم في الأسر؟ إنها معاملة جيدة، لم نلقى منهم إلا كل معاملة حسنة ومعاملة جيدة، وأتمنى أن يعامل النظام المعتقلين بالمثل.
ولم ينقص علينا أي شيء من حيث المنامي والغذاء والطعام والتدفئة، وكانت معاملتهم جيدة جدا في ذلك. هل تلقيتم ضربات أو كذا من هذا القبيل أو تعذيب أثناء وقوعكم في الأسر؟ لم أتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب أثناء وقوعي في الأسر لدى الجيش الحر، وكانت معاملتهم معاملة شرعية مثلما كان رسول الله يعامل الأسرى. نشكرهم ونتمنى الخير أن يعم على كافة أنحاء سوريا. هل تتوقع أن النظام سيبادل عليك مقابل الأسرى في السجون؟ نتمنى ذلك، نتمنى أن يكون في قلبه الرحمة وينظر بحالنا ويرأف بحالنا. نعم. إذن بهذه الكلمات يوجهون نداء استغاثة إلى الطائفة العلوية وإلى نظام بشار الأسد لكي تتم عملية مبادلة هؤلاء الضباط الأسرى بالمعتقلين من السوريين الأحرار في السجون. إذن كانت قناة الجيش السوري الحر في متابعة حية لعدة مجموعات من الأسرى لدى الجيش السوري الحر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.